أيمنت سيطرة العراق على تصنيف الديفيجن والعالم كله. الأول والثاني اثنينهم عراقيين، حرفيا لاعبين العراق ينتفضون قدام كل الدول ويسيطرون على التوب سيطرة مو طبيعية. فهسه لازم نشوف شنو خططهم والأساليب اللي يستعملوهن عسى ولعل نوصل نفسهم. طبعا الأول بالتصنيف ناشر عليه فيديو تلقوه بالحساب، فهسه راح نشوف الثاني ونشوف خطته ونضبط أساليبه وطريقة لعبها. بس قبل ما نبدي استلم الفائز بهذاك الفيديو الحساب وهاي الصورة المصداقية. هذا الفيديو حيفوز واحد ثاني منكم بهذا الحساب اللي بالصورة، فاللي يحب يشارك ويفوز يضغط على الرابط اللي بالبايو وينضم ويدخل بالسحب. فيلا وياكم كينج ويلا خلينا نبدي. بالبداية الخطة اللي يستعملها محذوفة، فجبت أقرب خطة اللي يستعملها اللي هي 4-3-2-1 موجودة بقارة أوروبا والدوري الإيطالي الدرجة الثانية، وهذا اسم النادي. نستعمل بهاي الخطة أسلوب هجمة مرتدة سريعة. هسه خلي بالك وياي، خلينا نضبط أساليب اللاعبين. رأس الحربة المهاجم القناص، أي ام اف وسي ام اف الإبداع في صناعة اللعب، دي ام اف واحد خبير صنع اللعب والثاني من الصندوق إلى الصندوق. الأفر اثنينهم ظهير مدافع، والدفاع واحد المحطم والثاني بناء اللعب.